السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسلام، ويا رب كل سنة وانتم طيبين. احنا في أول رجب، يتعرض عليكم بألف صحة وخير وسلام يا رب، وعلى كل أمة المسلمين أجمعين. أنا معاكم النهاردة بنعمل السمنة الاقتصادية. هي بتتعمل للأكل بس مش للحلويات. كانوا زمان ستي وستك وجدي وجدتك كانوا بيجيبوا قلية زي ما حضرتك شايفة كده، وبتتسيح في تركتين بيتحطوا ليها بتخليها في سكة تانية. زي ما انت شايفة كده، لونها شفاف زيها زي الزبدة بالظبط، وهي بتتسيح. آه والله بتخلي الأكل يروح في سكة تانية خالص. وعن كلام الدكاترة وكل اللي أنا قابلتهم بيقولوا ان الدهون الحيوانية اصح كتير من الدهون المهدرجة، واوفر والريحة، وبتخلي الاكل في سكة تانية خالص. يعني انا عندي الكيلو ونص من اللية بالظبط كده زي ما حضرتك شايفة. دول عملوا البرطمانين دول تقريبا 2 كيلو الا ربع، زائد الحاجات اللي هي اللي استوت دي مش بنرميها خالص، ده بتخلي الاكل وهم. لو حضرتك بتعملي شاورما، بتعملي حواوشي، بتعملي فاهيتا، كل الاكل ده تحفة. ولو انت حتى بتعملي خضار وانت حضرتك بتقلي البصلة، بتحطي كام واحدة كده، بتخلي لك الاكل تحفة. حتى لو انت مش حاطة فيه اي لا لحمة ولا فراخ ولا بتاع، بتخلي لك الاكل طعمه تحفة. زائد الحبة الصغيرين دول كمان هنستفادوا. كان زمان جدي وجدتك لا عندهم لا كريمات ولا حاجة، كانوا بياخدوا الزبدة والدهون دي وبيحطوا عليها جريسلين زي ما حضرتك شايفة كده. انا حطيت جريسلين وهقلبها. وطبعا كلنا بنشتكي من جفاف الجلد وجفاف الايدين من كتر استخدام المواد الكيماوية والصابون وكده. حضرتك بتحطيه في البرطمان يا ست البنات وست الستات زي ما حضرتك شايفة كده بالظبط، وبتقلبيه وبتحط عليه زيت جونسون، وبتروحي مقلباه. وطول ما انت في المطبخ بعد ما بتخلصي كل حاجة بتاخدي كده حتة وتستخدامه زي استخدام الكريم. بتخلي ايدين حضرتك بتبقى ولا ايدين البيبي، حاجة كده وهم وخيال وتحفة. يعني احنا كده الوصفة بتاعتنا عندنا استفدنا بالسمنة البلدي اللي احنا هنستخدمها في كل المأكولات. الحلويات لا، الحلويات احنا هنعمل معاكم الزبدة شبيهة الزبدة النيوزيلندي او الزبدة الاقتصادية. ممكن حضرتك تستخدميها في الحلويات وبتبقى تحفة، وبيتحط فيها كذا مكون بيعزز الطعم وبيعزز الريحة. وطبعا مكونات كلها انت عاملاها في البيت. آه تاني مكون اللي هو ده، صدقيني بيخلي الاكل عندك حكاية. لو طاجن فول، حواوشي، فاهيتا، شاورما، كل الاكل. وحتى لو انت حطيتيها في تسبيكة الخضار. وطبعا البرطمان الصغير ده اللي انا حطيت فيه جريسلين، بتقلبيه وبتخليه جنب حضرتك في المطبخ. كل ما بتيجي تخشي المطبخ وتستخدمي صابون، وبعد ما بتخلصي تحطي تنشفي ايدك كويس وتحطي منه، بيخلي ايدك ناعمة جدا. وطبعا بتعززيه بالجريسلين بزيت الجونسون بتاع الاطفال، وبيبقى تحفة. لو عجبتك وصفتي النهارده، هي طبعا مش افتكاسة مني ولا اختراع، ده انا كنت بشوف جدتي بتعملها وبس. هما كانوا الاول ما بيحطوش المكون اللي انا حطاه، كانوا بيحطوا مكون تاني خالص. شوفي الفيديو، لو عجبك اتبعيني. يعني لو عجبك حضرتك ادعميني باللايك والشير وسكرايب، وتابعيني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ دودو. ولسه ما اشتركتيش اشتركي يا احلى ست بنات وست الستات. ولو في اي تعليق ايجابي او سلبي حضرتك تكتبي في الكومنتات، ولو في اي حاجة هنصلحها مع بعض. ولو عايزانا نجرب اي وصفة نجربها باذن الله مع بعض. آه، ارجو ما كنتش طولت عليكم، ودعميني باللايك والشير، ويا ريت وتاكلوها بألف هنا. وكل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية كلها بألف خير. أول حاجة يا بنات هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا أمارات؟ أنا معايا تقريبا النهاردة كيلو ونص من اللية الضاني. تعالوا نشوف اللية الضاني دي
ازاي هنحولها لسمنة بلدي. وطبعا بكل آراء الدكاترة أشادوا إن الدهون الحيوانية أهم كتير وأنضف وصحية جدا من الدهون اللي هي الصناعية اللي هي المهدرجة. مش هطول عليكم في الكلام عشان ما تروش عليا رغاية ولا حاجة. تعالوا مع بعض هنحول الكيلو ونص اللي دول لأحلى سمنة بلدي تطبخي بيها وتاخدي طعم أكل ياخد العقل. تعالوا معايا يا أحلى أصدقاء وأخوات نشوف هنعمل إيه. أول حاجة أنا جبت حلة وحطيت فيها اللية وهحط عليها مكون هيحولها لسمنة بلدي تحفة تاخد العقل. تعالوا معايا ست البنات. أنا جبت حلة وحطيت فيها الكيلو ونص اللية بتاعتي وهحط عليها كيلو حليب بلدي مش معلب. أنا حطيت كيلو الحليب زي ما حضرتك شايفة كده وهولع عليها على نار متوسطة. طبعا زي ما حضرتك شايفة هتبقى مع التقليب المستمر وعلى نار متوسطة لغاية ما تستوي مع بعض، وهناخد منها أحلى سمنة بلدي حكاية، وهكون معاكم خطوة بخطوة. زي ما حضرتك شايفة كده ده شكلها، بس تخلي بالك على نار هادية علشان هي خارت مني. تبقى على نار هادية خالص وإيدك على طول فيها بتقلبي فيها باستمرار. زي ما حضرتك كده. عايزه اقولك والله ريحتها حلوه قوي. اللبن الحليب بيشيل الريحه بتاعت اللي ما بيحبش ريحتها وبيحولها لسمنه بلدي تطبخي بيها احلى واشهى المأكولات. احنا مع بعض بنعملها. هي انا في استمرار في التقليب فيها زي ما حضرتك شايفه كده باستمرار بالظبط. زي ما حضرتك شايفه كده ابتدت تدخل في الغليان. بتقلبي فيها باستمرار وتخلي بالك تبقى على نار هاديه عشان ما تفرش منك. وابتدت اللي هي تدخل في السوا زي ما حضرتك شايفه كده. وطبعا مع التقليب المستمر. ده مقدار كيلو ونص ليا، وبالظبط انا حطيت عليه كيلو حليب. طبعا حليب بلدي مش حليب معلب. ومع التقليب المستمر وتخلي بالك ما تفرش منك. طبعا السمنه دي حلوه قوي في عمايل الاكل مش في الحلويات. الحلويات لا، علشان ما تعملهاش وتطلع كارثه. هي هتخلي الاكل في حته تانية، بس الاكل العادي في الباميه في السبانخ في القلقاس بتبقى حاجه كده تحفه. كبده اي حاجه زي ما حضرتك شايفه ابتدت تفور، لكن ما بتتعملش في الحلويات. بديل الزبده الصفرا اللي هي بتتعمل في الحلويات هنعملها مع بعض وهنشوف طريقتها ازاي. هي مش زي الزبده النيوزيلندي عشان لأمانة ربنا، بس هي بادلها وبتبقى تحفة. بنحط فيها كام مكون بيوديها في سكة تانية خالص. ابتدت تدخل كلها في الغليان وابتدى اللون يبقى شفاف، طبعا مع التقليب المستمر عشان ما تلزقش. وطبعا برضو النار على نار متوسطة عشان ما تخرش منك. بصي ابتدت واحدة واحدة اللون يبقى شفاف زي بالظبط ما بتسيحي الزبدة. وصدقيني بتبقى طعمها في الاكل بتوديه في سكة تانية خالص، حاجة كده خيال. هي طبعا دي مش فكرتي، ده من ايام الاجداد الكلام ده بيتعمل،
وطبعا طلع ترند جامد على الفيس، بس انا ايام الاجداد كانوا بيحط عليها زيت وعلى حسب الكمية يعني، لكن هو دلوقتي بيتم اضافة الحليب عليها ومع التقليب المستمر، وتخلي بالك علشان ما تتحرقش وتلزق. لونها ابتدى يشف خالص زي تسيح السمنة الزبدة بتاعتنا بالظبط، وابتدت تدخل في السوا خالص. وطبعا تخلي بالك ان هي ما تتلسعش منك، والتقليب المستمر، وابتدى لونها يبقى شفاف زي الزبدة بالظبط لما بتيجي تسيحيها. زي ما حضرتك شايفة. بصي طبعا والله ريحتها تحفة، وبتخلي الاكل وعن ثقة تحفة. وبرضو برجع وبقول دي ما بتستخدمش لأي حلويات نهائي، هي للطبيخ العادي وعمايل شاورما كده، كل اللي انت عايزة تعمليه تعمليه بيها. طاجن الفول بيروح في سكة تانية خالص، هو والبامية والسبانخ والقلقاس والأكل المصري الصميم. بص كده حضرتك بعد ما بردت بقى لونها شفاف خالص، واللي هي رقدت في القاع الحلة زي ما حضرتك شايفة كده. انا هعبيها بقى في البرطمانات. بص حضرتك لونها شفاف ازاي في البرطمان وانا بعبيها. طبعا بتصفيها، بتحاولي بقدر الامكان اللي هو اللي هي ما تدخلش، يعني تنقيها في البرطمان واحدة واحدة. عايزة اقولك لونها ذهبي وتحفة، وبتخلي الاكل تحفة. انتي طبعا كيلو الزبدة البلدي بقى دلوقتي بيتراوح ثمنه من 180 ل200 جنيه على حسب المكان والجودة بتاعتها. انتي كيلو اللية او دهن، كيلو الدهن عند الجزار تقريبا بيبقى عامل 70 جنيه، وممكن طبعا تخليه يفرمهولك. انا جايبة ليا، انتي ممكن تجيبي كمان دهن من عند الجزار وتفرميه وتسيحيه بنفس الطريقة. وعلى فكرة نصيحة لكل الدكاترة، قالوا الدهن الحيواني صحي جدا. كان والدي الله يرحمه الدكتور نصحه بتناول والله العظيم الدهون الحيوانية والزبدة البقري، لانهم بيبقوا اخف كتير من زيت الذرة واي سمنة، اللي هو السمنة العادية مش السمنة البلدي. انا هخلص تعبية البرطمان وارجع تاني لحضراتكم. بصي حضرتك شكلها تحفة، لونها ذهبي، ريحتها حكاية، بتخلي الاكل وهم. انا هسيبها تبرد وارجع تاني لحضراتكم. وده كده شكلها يا بنات بعد ما سيحنا السمنة. شكلها بصي حضرتك مرملة، وريحتها تحفة، ومذاقها والله مذاق سمنة بلدي، يعني اللي هي باينة بشكل خفيف قوي. دي زي ما انا قلت لكم يا بنات بس للعمايل الاكل العادي مش عمايل الحلويات بس. بصي الترميله بتقلي في البرطمان عامله ازاي، وبصي لونها الكاميرا كتير ظلماها. الجوده بتاعتها تحفه زي ما انت شايفه.
الكيلو ونص او تقريبا اقل من كيلو ونص ليا، وكيلو الحليب تقريبا عملولي بالظبط 2 كيلو الا من السمنة اللي هي الصافي. ودي كانت بديلة السمنة البلدي. جربوها وأرجو تدعموني باللايك والشير وأحلى كومنت. وما تنسوش تخشوا على صفحتي في الفيسبوك وتشتركوا في مطبخ دودو. يا رب تكون التجربة بتاعتي نالت إعجابكم. أنا جربتها معاكم بكل مصداقية وأمينة. جربوها ويا رب تنول إعجابكم. بألف هنا من مطبخ دودو.